أنا بقى النهارده جاية لِك بوصفة كده ببطاطساية واحدة، بطاطساية واحدة هتعملي الطبق الجميل اللي قدامنا ده جنب أكلة العيش بقى الفول والطعمية والسلطة، وبطاطس مقلي عشان الأولاد بس وطعمية وكده. والوصفة دي بقى هي بطاطساية واحدة كل البيوت فيها بطاطس، وهتعملي الطبق الجميل ده. نسمي الله ونصلي على الرسول، واللي أول مرة يشوفني يشترك في القناة كده ويشرفني، واللايك الحلو واللايك الجميل، واشكر فانزاتي الحلوين على تعليقاتهم الحلوة ولايكاتهم الجميلة. معانا كده توم مفروم وبصلة مفرومة، وكمية البطاطس اللي تعجبك تقشريها وتغسليها وتقطعيها مكعبات صغننة. تقوم بقى تجيبي معلقة زيت، الوصفة دي أنا عاملاها بالزيت، تجيبي معلقة زيت كده، معلقتين زيت، تعملي البصلة اللي انت مخرطاها أو في الكبة، تتبليها شوية، وبعد كده بقى هننزل عليها بفص التوم. الأكلة دي تحفة بجد، لا تقولي بطاطس مهروسة ولا بيوريه بطاطس ولا بطاطس محمرة ولا الكلام ده، وجميلة جدا. عندك أطفال بقى أكلها لهم بالرز الأبيض عادي أو برز بشعرية. عندك بقى متوفر عندك حتة لحمة معصجة حطها في مرحلة البصلة، يعني حتة لحمة مفرومة حطها في مرحلة البصلة. ممكن تكوري كفتة كده صغيرة صوابع أو كور وتعمليها في البطاطساية دي، جميلة في نفس الحلة كده. حطينا بقى إيه، ما البصل دبل شوية نزلنا بفص التوم. وصفة مش هتجيبي أي حاجة من برّه غير البطاطس، عايزة تعملي بطاطساية واحدة، 2، وأحلى حاجة بقى إن هي بتتاكل سخنة، يعني تسيبيها في الحلة كده ووقت ما تيجي تاكليها تسخّنيها. كانت خطيرة، دي جنب أكلة العيش بقى في رمضان جميلة. وكنت باسخّن مَيّة في البراد عشان إيه، نحطها على البطاطس يعني. ولو وصلت معايا لحد هنا يا قلبي حطي لي لايك حلو كده، لايك جميل. نزلنا بقى بالتوابل، التوابل بتاعتنا إيه، على البصل والتوم، ملح وفلفل وكمون وشطة حمرا وكزبرة ناشفة. يبقى ملح وفلفل وكمون وشطة حمرا وكزبرة ناشفة. التوابل دي جميلة، ولا افتكاسات بقى ولا توابل ولا كاري ولا كركم ولا الكلام ده خالص. هو اسمه بطاطس كمونية أو بطاطس مبهر، دي وصفة ماما طبعا. نزلنا بقى بالبطاطس كده غاسلينه ومقطعينه مكعبات صغننة، أهم حاجة يتقطع مكعبات صغيرة. هنقعد بقى نشوحه كويس جدًا في التوابل مع البصلة والتومة والتوابل، تشويح كده لحد ما إيه، يعني حبة حلوين كده. طبعًا إيه، وأنتِ بتشوحيه ما تعلّيش النار أوي يعني. الريحة بقى هتشموها في المرحلة دي جميلة. والله أنا كان الترابيزة ما شاء الله مليانة قدّامي، بس حقيقي أنا ما كلتش إلا البطاطس دي، كانت جميلة وhealthy كده وحلوة، يعني أحسن كتير من المحمرة. الوصفة ده أصلًا ماما عارفاها من زمان، بس أول مرّة حقيقي تعملها وناكل منها يعني، أو جايز كانت بتعملها وإحنا صغيرين وأنا نسيتها، بس حقيقي كانت جميلة جدًا. أنا أُعجبت بيها أوي، ولو في أطفال بقى يعني مع الرز هتبقى حلوة، والله لا محتاجة لحمة ولا أي حاجة. بس أنتِ بقى عندِك كفتة حطّها فيها، عندِك لحمة معصّجة حطّها فيها، مش هتقول لِك لأ بقى جنب رز أبيض يعني. بس إحنا عاملينها كده عشان إيه، هي الوصفة أساسها كده يعني. يتشوّح بقى كويس كده في التوابل والبصلة والتومة، بننزل عليه بقى بإيه، بمَيّة مغلية، بس تشوّحوه كمية يعني حبّة حلوين كده. هي وصفة اقتصادية، وكمان يعني مش معنى إن الوصفة تبقى اقتصادية إن طعمها يبقى مش حلو أو كده، لأ طبعًا، كانت جميلة وجرّبي واكتبي لي في الكومنتات طلعت حلوة أو وحشة، بس هتعجبِك بإذن الله. هننزل بقى بالمَيّة المغلية كده، مش كتير، أنتم هتشوفوا الكمية يعني إيه، في الحلة. وبنعلّي بقى النار عليها، ساعة ما تغلي نهدّي النار سهّارية كده لحد ما تشرب مَيّتها بقى وتستوي خالص، البطاطساية تبقى دايبة كده وزي ما هي بشكلها كده مكعّبة. هي كده المَيّة كده وخلاص على كده بقى، ما نكتّرش المَيّة، بس أول ما يغلي على نار عالية بنهدّي النار، عشان إيه، تسيبوها بقى نار هادية لحد البطاطساية ما تستوي، هي كده هنهدّي النار بقى، ويا سيدي على الريحة وعلى الجمال. يعني المكونات ما فيش، والتوابل التوابل التقليدية العادية، بس بجد يعني خطيرة.
هي كده بقى خلصت، ويعني إيه عاملة صوص تقيل خالص من تحت، لو استوت ولسه عليها مَيّة علّوا النار تشرب مَيّتها، هي دابت خالص، بدوب كده. نغرفها بقى في الطبق وعايزين بقى تقلّبوا معاها شوية شبت، أنا ما كانش عندي إلا عنقود الشبت دوّة، كان خُلص يعني، ده شكلها بقى وهي سخنة كده. يا سيدي على الدلع والجمال جنب أكلة العيش بقى، ويا رب الفيديو كده ينال إعجابكم، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. حبايب حنونة، فانزات المسكّرين، ما ينسوش اللايك الحلو اللايك الجميل، واكتبوا لي بقى في التعليقات الوصفة كانت عاملة إزاي معاكم، وكنا بقى جايبين فول وطعمية وأكلة العيش ديّة، ودي كنافة بالنوتيلا وشكشوكة وبابا غنوج يعني أكلة العيش اللي أنتم عارفينها، بس أنا قُلت أعمل وصفة البطاطس دي معاكم، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، وباي باي.